وردة اللي عندها 30 سنة وعايشة مع اخواتها الصبيان الثلاثة بعد وفاة امها وابوها. البنت كانت بتعمل كل شغل البيت وبتجيب الطلبات، امور عادية. بس اللي حصل مع وردة ما كانش عادي خالص. وردة كانت بتخرج تجيب الطلبات من المطعم ومن غيره. صاحب المطعم راجل متجوز بس عينه زايغة. وجد البنت مكسورة الجناح وحاسة ان هي فاتها قطر الجواز. بدأ يعشمها، ومرة في التانية خد تليفونها وبعدين اتصل بيها وقال لها عايزة اقابلك. بره البيت؟ لا، ما ينفعش بره البيت، تعالي قابليني جوه البيت عشان احنا بلدنا صغيرة واخواتك يعرفوا. البنت راحت وقعدت معاه، وهناك حصل المحظور. هي مش صغيرة وعارفة ايه اللي ممكن يحصل. حصل اللي كان، والبنت دي قالت ان هي مش هتروح المكان ده تاني. ولكن على مين؟ كان مسجل لها فيديو كل حاجة، وبدأ يهددها لما رفضت تروح له تاني. البنت قالت مش هيقدر يعمل حاجة، ده هو كان معايا في الصورة. هيهددني وبعدين ايه؟ هيجرى ايه؟ هيفضح نفسه. بس اللي حصل ان الراجل ده جمد قلبه ونزل الفيديو، والدنيا كلها شافت الفيديو. وصل لاخواته البنت. اخوها الكبير لما وصل له الفيديو واجه البنت، والبنت ما قدرش تنكر. واللي حصل انه ذبحها. وبدأ يكلم اخواته الاتنين وعرفهم ان هو لازم يجيب الراجل التاني ويخلص عليه. الناس فكروا ازاي يجيبوا الراجل دوت لانه معهوش قليل، ان هم يستدرجوه للبيت. فاخوها اتصل بيه على ان هو واحد جايب له حاجات للمطعم. فطبعا هو كتاجر ريقه جري على ان في حاجه سعرها رخيص، وراح يقابل الراجل اللي اتصل بيه بالتليفون. وجد ان هو كميل ليه، وهناك خدوه على البيت وجابوه جنب جثه اختهم. وجد الجثه مذبوحه ولقى مفيش فايده، وحاول يتوسل. قالوا له اختنا مذبوحه قدامك، انت هنسيبك؟ بس المره دي ما ذبحوش بسكينه لان هم كانوا عايزين ينتقموا منه انتقام كبير قوي. جابوا شومه وقعدوه على كرسي، فضلوا يدغدغوا في دماغه، فشفشوها. وفي الاخر اتقبض عليهم لما سلموا نفسهم. حكم المحكمه بقى كان ايه؟ حكم المحكمه 10 سنين على الابن الكبير اللي هو الاخ، وكل واحد من اخواته 3 سنين، لان هو اعترف ان هو اللي ذبح البنت وهو اللي كسر دماغ الراجل اللي كان معاها. اما الولدين فحب ان هو يطلعهم، فقال ان هم مجرد ان هم استدرجوا الراجل دوت لعندي. فكان الحكم مخفف على الولدين، واما الاخ الكبير فكان 10 سنين. ده جزاء ان الواحده بتفرط في شرفها، ضيعت نفسها وضيعت اخواتها.